الاغلبيه فينا ما كيعطيش قيمه لداكشي اللي موفر ليه ديما، ولكن في هاد 4 شهور الاخر ديال الحجر الصحي حسيت براسي محبوس وسط راسي. حسيت بفرق كبير في حياتي، وهاد الفرق داروا تفاصيل عمري تخيلت انني غادي نفتقر لهم شي نهار. وهاد الفتره بالضبط خلاتني نستوعب مزيان مفهوم القناعه. السلام عليكم صفات. اوكي عارف راسي غلط، شهر وزياده وانا غابر، ما كاين لا فيديو في يوتيوب لا ستوري في انستغرام. ولكن الخوت خصكم تعذروني، عندي عذر والله عندي عذر. لا شفتوا في الانترو اللي شفتو قبل بينت لكم باسبور ياكو، وموراها بنت كندور على شي دول في الخريطه، والانترو اللي شفتو قبل ما كانش يسالي بهذه الطريقه العاديه نخرج لكم بحال هكذا السلام في البيت ديالي، لا كان غادي يسالي بواحد الطريقه واحده اخرى. كنت غندير راسي ناعس بحال هكذا وغادي نفيق في بلاصه واحده اخرى اللي خارج المدينه ولا في شي قنت اللي غادي نكتشفوه. ولكن لحد الان مازال الحجر الصحي في المدينه اللي ساكن فيها. لا بغيتي انك تسافر خصك وثيقه ديال الخدمه. عذروني على الخوت، ما عندي مندي. الحسن الثاني ومن لا يعرفه، الرعب، الهيبه، الكبرياء، اشهر من حكم المغرب، 38 سنه ديال الحكم. ولكن في 38 سنه اللي حكم فيها المغرب دازوا عليه واحد يومين عمرو غادي ينساهم حياته كامله. اليوم غادي نعاود لكم نهار من دوك اليومين واللي كان هو العيد ميلاد ديال الحسن الثاني. تخيل معايا العيد ميلاد ديالك عمرك تنساه ولكن بطريقه سلبيه. يدوز عليك واحد عيد ميلاد اللي غادي نعاودوا لكم دابا، غادي تحمدوا الله انكم ما كتحتفلوش بعيد ميلاد ديالك. البطل الاول ديال القصه ديالنا هو محمد المذبوح. تخيلوا معايا، شارك في الحرب ما بين فرنسا والفيتنام، شارك في حرب الرمال ما بين المغرب والجزائر، شارك في حرب ايفني ما بين المغرب واسبانيا وفرنسا. واحد العسكري اللي مخضرم ديال بصح، عسكري عنده واحد الخبره كبيره، وكان الصديق ديال الحسن الثاني قبل ما الحسن الثاني يولي ملك ديال المغرب. ملي الحسن الثاني شاد الحكم وولا هو الملك ديال المغرب، عين محمد المذبوح هو اليد اليمنى ديالو. محمد المذبوح ولا هو الرجل الثاني ديال البلاد، فيما كان الحسن الثاني كيكون معاه محمد المذبوح. تخيل معايا انت هو اقرب واحد للحاكم ديال البلاد، اي قرار عسكري في البلاد والله لا داز لا ما وافقتيش عليه نتايا، كلشي في يديك. القصر الملكي عندك بحال الكوزينه ديال الدار، كتدخل كتحط الثلاجه وكدير اللي بغيتي فيه. اي واحد بلاصه محمد المذبوح غادي ينغمس في الفساد، الثروات ديال البلاد غادي ياكلهم، غادي يدير اللي بغا وغادي يطغى ديال بصح. ولكن محمد المذبوح ما كانش بحال هكذا، كانت عنده واحد الدويره اللي صغيره، طوموبيله متواضعه، وما كانش كياخذ فلوس بزاف وما كانش كيضيع فلوس بزاف، ما كانش كيعيش داك الحياه ديال الرفاهيه. محمد المذبوح كان واحد الانسان اللي متواضع ديال بصح وما كانش عنده مع الفساد. دازوا السنوات والعلاقه ما بين الحسن الثاني ومحمد المذبوح علاقه قويه بزاف، ما كيجمعهمش غير الخدمه، اصحاب وكيتشاركوا الافكار كيتشاركوا الاسرار، علاقتهم قويه ديال بصح. تل ابريل 1971 المذبوح كان عنده واحد المرض في القلب والشرايين، هو يمشي للميريكان باش يتشافى. راكم عارفين هما كيتشافوا في الميريكان وحنا كنتشافوا، حنا خليونا نتشافوا في المغرب. خلينا في ابريل 1971 المذبوح مريض في القلب ومشى للميريكان باش يتشافى. اوكي كلشي مزيان. ملي مشى للميريكان تلاقى مع وزير الخارجيه الامريكي ويليام بروجرز، تلاقاو جالسين كيهضروا شادين السون قهوه كدا جلسه راقيه، راكم عارفين البلان. وهما كيهضروا وزير الخارجيه الامريكي قال للمذبوح عندي واحد لافير في راسي طرات في المغرب ضراني وبغيت نعاودها لك. قال ليه المذبوح مرحبا. قال لي الشركه الامريكيه الكبيره بانا امريكان كانت باغا تشري واحد الارض في كازابلانكا، ديك الارض كانت باغا دير فيها واحد لوطيل امريكي راقي اللي يكون في كازا واللي يجيو ليه السياح واللعيبات. ملي مشاو شافوا الثمن ديال الارض لقاوها رخيصه بزاف. الامريكيين تبهروا كيفاش هذا الثمن هذا رخيص بزاف. ولكن ملي لقاو المسؤول المغربي اللي غادي يبيع لهم الارض قال لهم لا، قال لهم هذا الثمن هذا هو اللي غنديروا غير في الوراق، غادي نسجلوه في الفاكتوره، ولكن الثمن الحقيقي ديال الارض غادي تدفعوه في الحسابات البنكيه ديال هاد الوزراء وديال هاد المسؤولين هادو. المذبوح من سمع هاد القضيه ديال الفساد تصدم ديال بصح. قلت لكم المذبوح ما عندوش مع الفساد، واحد الانسان مستقيم، هو يرجع كي يجري عند الملك. لا غداش الطياره رجع للمغرب، جا عند الحسن الثاني عاود ليه لافير من اتش لزيد. الحسن الثاني تحرك حتى هو يمشي عند دوك الوزراء والمسؤولين اللي داروا هاد الافير ديال الفساد هو يجري عليهم كاملين. المذبوح ما عجبوش الحال. تسالوا علاش ما عجبوش الحال؟ ياك الملك دار خدمته؟ لا، المذبوح كان كيتسنى من الملك الحسن الثاني انه يصادر الممتلكات ديال هاد الوزراء والمسؤولين وانه يحاكمهم عامه قدام الشعب كامل، وان كل شيء يعرف هاد لافير هادي. ولكن الحسن الثاني ما دارش هاد الشيء هذا. عليه المذبوح من ديك الساعه العلاقه ما بينه وبين الحسن الثاني ما بقاتش بحال قبل، ولا حاقد على الحسن الثاني. والحاجه الوحيده اللي كيشوف الحسن الثاني هو انه خصو يهبطو من العرش. المذبوح من الصديق رقم 1 للملك للشخص اللي باغي يطيح الملك وباغي ينقلب عليه. وهنا غادي تبدا الروينه ديال بصح، هنا غادي يبدا الفيلم الهندي ديال بصح. تيقن المذبوح في هذه اللحظه بانه ان لم يصفي الملك فسوف يصفيه الملك.
بدا الحقد ديال المذبوح كيكبر نهار على نهار، وبدا كيخطط نهار على نهار كيفاش يقدر يطيح الحسن الثاني، ولكن كان متاكد انه ما يقدرش يديرها بوحده. وهنا غادي تعرفوا البطل رقم 2 ديال القصه ديالنا اللي سميتو اعبابو. هاد اعبابو هذا كان هو القائد ديال واحد المدرسه كيترينيو فيها العسكر، كيدربوا فيها العساكريه والليباش، وكان سميتها اهرمومو. المذبوح عيط على اعبابو باش يحطوا واحد الخطه باش يطيحوا الملك من العرش. تلاقاو هو وياه جلسوا كيهضروا. المذبوح عاود لاعبابو على القصه كامله من ا حتى زد، وقال لي انني باغي نطيح الملك من العرش، وبغيت داكشي يكون سلمي، ما طيح حتى نقطه ديال الدم، يكون داكشي كلين. اعبابو تا هو ماشي من الفاشلين، قال ليه ليتس دو ات مون جنرال يس. المذبوح واعبابو اتفقوا انهم غادي يديروا انقلاب في المغرب وغادي ينقلبوا على النظام الملكي. وهنا حطوا واحد الخطه جهنميه. ركزوا معايا مزيان. كما قلنا في الاول، محمد المذبوح هو الصديق المقرب للحسن الثاني، عارف الاسرار ديالو كاملين. نهار 10 يوليوز الحسن الثاني كيكون العيد ميلاد ديالو، ديما كيدير حفله قدها قداش. المذبوح عارف هادشي كامل. شوفوا الخطه اللي قال المذبوح لاعباب، وقال ليه نهار 10 يوليوز من يكون الملك كيحتفل بالعيد ميلاد ديالو، غادي ندخلوا عليه وسط القصر اللي كاين فيه العيد ميلاد، غادي نلقاو بزاف الناس حاضرين في العيد ميلاد، شخصيات واصلين، شخصيات كبار من المغرب ومن العالم كامل. غادي نشدوا داك الناس وغادي نحتجزوهم، حتى واحد ما يأذيهم، حتى واحد ما يضرب شي واحد، حتى واحد ما يقتل شي واحد. غادي نمشيو نشدوا الملك، ناخذوا منه التنازل على الحكم، وإن فوا غادي ناخذوا التنازل يكون سالا ديك الساعه الانقلاب ونكونوا حنا اللي ربحنا. خطه جهنميه ديال بصح، ولكن غادي تفكروا دابا كيفاش جوج ديال الناس غادي يقدروا بوحدهم يديروا هذه الخطه كامله. لا، سمعوا شنو غادي يديروا. كما قلت لكم قبل، اعبابو كان هو الرئيس ديال واحد المدرسه اللي كيدربوا فيها العساكريه. سمعوا معايا مزيان الخطه اللي دار. مشى عند التلاميذ ديالو في المدرسه ديال العسكر، قال لهم نهار 10 يوليوز عندنا واحد التدريب خارج المدرسه، غيكون في منطقه بن سليمان. التلاميذ تصدموا ديك الساعه، حيت نورمالمون الا كان شي تدريب ولا شي حاجه كيقول لهم شحال هادي، ما يجيش عندهم بنهار ويقول لهم لا غدا عندنا تدريب. مشى عندهم نهار 9 يوليوز قال لهم نهار 10 يوليوز عندنا تدريب. واخا تصدموا ما قالوا ليه والو، ولكن شنو غادي يزيد يقول لهم؟ يقول لهم في التدريب هذا غادي نستعملوا السلاح ديال بصح، القرطاس ديال بصح. تما التلاميذ كاملين تصدموا كيفاش حنا يلاه كندربوا وغادي نهزوا السلاح والقرطاس ديال بصح وغادي نمشيو نديروا التدريب برا المدرسه، حنا مازال ولينا عساكريه باش نديروا هذا الشيء هذا. هو يقول لهم لا، التدريب هذا كانوا غادي يديروه واحد العسكر اللي واصلين ديال بصح، ولكن انا مشيت عند المسؤولين وقلت لهم باللي نتوما التلاميذ ديالي بغيتكم نتوما ديروا هذا التدريب هذا وهذه المناوره هذه، على اختاريتكم نتوما. غدا ان شاء الله غادي كاملين نرسموا التاريخ. التلاميذ ديالو تحمسوا فرحانين ناشطين، حتى واحد ما يقدر يقول لا حتى تكون الرئيس ديالهم اعبابو. كلهم فرحانين ناشطين، ولكن ما عارفينش مساكن، ما عارفينش انهم غادي ينهجموا على الملك الحسن الثاني وغادي يديروا اكبر انقلاب عاشوا المغرب. هاد الشباب مساكن اللي الحلم ديالهم يوليو عساكريه غادي يلعبوا لهم دماغهم وغادي يستعملوهم باش يديروا الانقلاب بلا ما يقولوا لهم والو. شوفوا الخطه الجهنميه اللي دارها المذبوح واعبابو باش يمشيو يهجموا على الملك نهار العيد ميلاد. واخيرا وصلنا للنهار الموعود 10 يوليوز. الحسن الثاني فرحان ديال بصح، العيد ميلاد 42 ديال الحسن الثاني، عارض لي على 1000 واحد، الشخصيات المرموقه، السياسيين من مختلف الدول، الفنانين الراقيين والكبار، الاصدقاء ديالو، العائله ديالو، كلشي حاضر، كلشي فرحان. القصر ديال الصخيرات كيطلع على البحر عامر بالناس وبالماكله وباي حاجه جاتكم في بالكم كاينه في داك العيد ميلاد. كلشي فرحان، كلشي ناشط، والشمس ديال شهر 7 حتى هي ضاربه. الملك لابس واحد الخويميجه نصكم، وشكون اللي واقف حداه؟ محمد المذبوح، اليد اليمنى ديالو، واللي كيفكر انه ينقلب عليه داك النهار. جالس وكيشوف فيه غير من هاد التصويره النظره كتخلع ديال بصح. كلشي فرحان، اجواء سعيده سيداتي سادتي. ولكن في نفس الوقت اعبابو جاي وهز معاه التلاميذ ديالو كاملين في الكاميونات غادي بيهم لبن سليمان على حساب الاعتقاد ديالو، ما غاديش بيهم بن سليمان. اكثر من 1000 تلميذ الحلم ديالو الوحيد يولي عسكري، ما فاهم حتى حاجه، راكب في كاميو غادي، والظن ديالو الوحيد انه غادي لبن سليمان باش يتدرب. وصلوا لبوقنادل هما يحبسوا باش يستراحوا. التلاميذ مساكن حتى لهنا مازال في الاعتقاد ديالهم انهم غاديين لبن سليمان باش يتدربوا، ما عارفينش انهم راه غاديين للصخيرات باش يهجموا على الملك. كملوا الطريق هي هذيك، دازوا على السلا الرباط، كلشي غادي مزيان. شويه كيشوفوا الكاميونات قلبوا الطريق للصخيرات بلاص ما يمشيو للطريق ديال بن سليمان. التلاميذ كاملين كيتسائلوا يا كنا غاديين لبن سليمان كيفاش قلبنا الطريق ولينا غاديين للصخيرات؟ كلشي شنو طاري شنو طاري شنو طاري. هما يقولوا لهم باللي جانا واحد الخبار عاد دابا باللي الملك مسكين راه هاجمين عليه شي خونه في القصر ديالو في الصخيرات وخصنا نمشيو باش نقدوه. التلاميذ ما فاهمين والو، يا كنا غادي ندربوا
صدقنا غاديين عاوتاني دابا في نقضوا الملك من الخونه. هاد الشيء هذا طالع لينا هنايا. مشاو سيدي ما عندهم ما يدير، ينقزوا من الكاميونات. وصلوا للصخيرات، وصلوا حدا واحد البنايه كبيره وواحد السور كبير. تفرقوا على جوج مجموعات. المجموعه الاولى مشات من الشمال ديال القصر باش تدخل منه، والمجموعه الثانيه مشات من الجنوب ديال القصر. التلاميذ مساكن اللي مشاو من الجهه الشماليه باش يدخلوا للقصر تلاقاو لهم الحراس ديال القصر. تما طراو مناوشات بيناتهم، تلاحى القرطاس طا. الناس اللي داخلين من الجنوب ديال القصر التلاميذ حتى هما ما فاهمين حتى حاجه، داخلين من الجنوب بحال هكذا كيسمعوا القرطاس جاي من الجهه الثانيه. شنو طاري كان معاهم ابابو اللي موجد راس الحربه ويقول لهم انهم الخونه، عاش الملك اطرقوا النيران. تما ناض الروينه ديال بصح، ما بقى لا انقلاب سلمي لا والو. كلشي هز السلاح ديالو بدا كيشير، اللي كيشير في السماء، اللي كيشير في الناس اللي حاضرين. بنادم ما عارف حتى حاجه، حيت هما الرئيس ديالهم هو اعبابو، هما ما فاهمين والو مساكن دوك التلاميذ، غير جايين وصافي. كيقول لهم اعبابو قتلوا الخونه، بداو كيقتلوا في الخونه. حمام ديال الدم. الناس المعروضين والسياسيين والمشاهير والناس الخانزين فلوس رجال الاعمال ما فهموا حتى حاجه، كانوا جالسين كيلعبوا الجولف، كياكلوا كيضحكوا كينشطوا، حتى كيشوفوا القرطاس كيتلاح عليهم من حيث لا يدرون. المشكل اللي طرا ان التلاميذ اللي داخلين من الشمال كيشيروا على التلاميذ اللي داخلين من الجنوب، ما فاهمينش ان راهما كيدابزوا غير مع بعضياتهم وكيلوحوا القرطاس على بعضياتهم. التلاميذ كيموتوا، الناس اللي حاضرين كيموتوا، وناضت الروينه ديال بصح. ما بقى لا انقلاب سلمي لا حتى حاجه. كما قلت لكم حمام ديال الدم ناض ديك النهار، كلشي مصدوم وحتى واحد ما فاهم شي حاجه، لا من التلاميذ لا من الناس مساكن اللي كانوا حاضرين لعيد ميلاد. الوحيدين اللي فاهمين كلشي هما المذبوح واعبابو. التساؤل الوحيد اللي عندنا دابا كاملين فين هو الملك الحسن الثاني من ناضت هاد الروينه كامله. الحسن الثاني من سمع الصوت ديال القرطاس والروينه نايضه مشى تخبى في واحد القنت في القصر. شكون اللي كان معاه؟ كانوا معاه واحدين من افراد العائله ديالو، وكان معاه شخص واحد اللي ماشي من العائله ديالو، اللي هو راس الحربه ديال هاد الشيء كامل، اللي هو المذبوح. الحسن الثاني هو مخبي في داك القنت في القصر ومخلوع ديال بصح، كيسول المذبوح كيقول ليه شنو الطريف في القصر، شنو هاد الروينه ديال القرطاس اللي نايضه. المذبوح جاوبو قال ليه ان اعبابو جاب الجنود ديالو هجموا على القصر. المذبوح داير فيها ما فراسو ما يتعاود، ولكن الملك عاق به غير من طريقه الكلام ديالو والطريقه ديال الملامح ديالو، عرف ان حتى المذبوح عنده يد في هادشي هذا. غير الملك كانت عنده خبره كبيره، تشوفوا من بعد علاش عنده خبره كبيره. كدوز واحد المده القرطاس ما بغاش يحبس، الروينه مازال قائمه، الحماق ديال بصح في القصر، ما كاين غير القرطاس الروينه والناس كيموتوا. الحسن الثاني مازال مخبي ومعاه المذبوح. شويه المذبوح كيجي عند الحسن الثاني كيشد ليه يدو، كيقول ليه سيدنا راه خصني نمشي انني ننقذك انت والعائله ديالك، يلاه معايا عند اعبابو ونتفاوضوا معاه ونتفاهموا معاه باش يحبس هادشي هذا. الحسن الثاني عاقب القلب ويقول ليه لا، انا ما مشيتش عند اعبابو، واحد العسكري اللي تحت الامره ديالي، واحد العسكري اللي تحت مني، ما مشيتش انني نتفاوض معاه، هو يجي عندي يتفاوض معايا. قال لي سير انت عنده وجيبو عندي. داكشي اللي دار المذبوح، خرج من البلاصه اللي كان فيها الملك ومشى عند اعبابو. وهنا غادي يطرا واحد الحدث مركزي في الانقلاب ديال الصخيرات. خرج المذبوح عند اعبابو، جوج ريوس الحربه اللي منوضين هاد الروينه كامله. اول حاجه غادي يقولها المذبوح لاعبابو يقول ليه ياك اتفقنا هادشي هذا غادي يكون سلمي، ما يكون لا دم لا روينه لا قرطاسه وحده تلاح. شنو هاد الروينه اللي درتي اعبابو؟ الناس ميتين، القرطاس ما باغيش يحبس، حمام ديال الدم نوضتيه في القصر. اعبابو جاوب المذبوح قال ليه ما عندي ما ندير، اللي طرا دابا طرا، دابا جيب لي الملك وناخذوا من عنده التنازل ونمشيو بحال نساليو هاد الحريره كامله. المذبوح قال ليه الملك ما بغاش يجي معايا، اجي معايا انت عند الملك وراه التنازل في جيبي، يعني التنازل مضمون ما تخافش. غادي نمشيو عنده غادي ناخذوا التنازل وغادي نربحوا في هذا الانقلاب اللي خططنا ليه انا وياك. اعبابو جا الشك ديك اللقطه، كيفاش اجي معايا انت عند الملك؟ جيب الملك يلا نمشيو بحالنا، اش نمشي معاك ندير انا عند الملك؟ ويقول لي واخا انا نمشي معاك ولكن غادي ندي معايا الرجال ديالي. هو يجاوبوا المذبوح قال ليه لا، ما تجيبش معاك الرجال ديالك وما تجيبش معاك السلاح، اجي خاوي، حيت حشومه تدخل عند الملك انت بالرجال ديالك بالسلاح ديالك. زيد خاوي وزيد نتفاوضوا معاه ودابا صافي راه حنا ربحنا، ما كاين ما عنده ما يطرح، فهمتيني؟ صافي الملك خدينا ليه العرش ديالو، تنازل على الحكم ديالو، كلشي غادي مزيان، غير زيد معايا. عبابو يسمع هاد الهضره هادي ديال ما تدخلش معاك الرجال ديالك وما تدخلش السلاح ديالك عند الملك، تصدم. كيفاش حنا منوضين هاد الروينه كامله وفي الاخر ما ندخلش معايا الرجال ديالي عند الملك ولا ما ندخلش السلاح؟ وهو يشك ان المذبوح خوا به وشبيه عند الملك وان هاد الانقلاب فشل. هو يشد السلاح ديالو وهو يضرب المذبوح. كاين روايه واحده اخرى كتقول ان اعبابو قال للتلاميذ ديالو هما اللي قتلوا المذبوح وتيريو فيه، ولكن في جميع الحالات كيبقى اعبابو اللي قتلو. وفي واحد اللقطه دراميه اعبابو كيشوف في الجثه ديال المذبوح الشريك ديالو في الانقلاب، وبقى كيشوف فيها قال لك موتة. المذبوح تقتل على يد الشريك ديالو اعبابو. المذبوح الشخص الوحيد اللي كان عارف البلاصه ديال الملك
من غيره حتى واحد ما يعرف بلاصه الملك، حيت كان مخبي في واحد البلاصه اللي سريه في القصر. بدات الخطه كتفشل، الروينه كتزاد في القصر والقرطاس ما بغاش يحبس. الوحيد اللي كان عارف بلاصه الملك قتلتيه اعبابه، واخا هو مسكين ما كانش كذب عليك، راه كان بصح عارف بلاصه ديال الملك، ولكن انت الشك ديالك اللي خلاك انك تقتلو. اعبابو ترون ديك الساعه ما عرف شنو غادي يدير، هو يجي واحد الفكره في راسو، قال بما ان المذبوح خوابيه ومشى عند الملك وقال لي راني باغي ندير انقلاب عليه وكذا 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 وكذا، غيكون واقيلا الملك ما كاينش في القصر هنا في الصخيرات، غادي يكون مشى الرباط، غادي نمشي حتى انا الرباط. اعبابو شد شي وحدين من الرجال ديالو اللي كانوا وحداه، ركبوا في الكاميونات وشدوا الطريق الرباط، والملك راه مازال غير في القصر ديال الصخيرات مخبي. اعبابو شد طريق الرباط هو ومجموعه ديال التلاميذ ديالو، وخلى البعض ديال التلاميذ كاينين في القصر ديال الصخيرات، ما قدرش يديهم كاملين حيت كانت الروينه ديال بصح، بقاو شي وحدين تما. اللي بقاو في القصر ديال الصخيرات بقاو كيضربوا دويره في القصر، صافي كانت هدات شويه الامور من بعد ما حبس القرطاس، بقاو كيتساراو في القصر شويه. واحد 3 ديال التلاميذ كيمشيو يضربوا دوره في القصر، شكون كيلقاو الحسن الثاني والعائله ديالو، شي افراد من العائله ديالو مخبيين في واحد القنت. او الحسن الثاني مشاو دوك 3 التلاميذ عند الملك، سيدنا واش بخير وكذا. الملك مصدوم، قال ناري هادو غادي يقتلوني دابا، صافي مشيت فيها، هادي هي الاخا ديالي. ويمشيو عنده سيدنا كذا واش بخير، مشاو باسوا ليه يديه، باسوا ليه راسو، باسوا ليه رجليه، هو يتصدم شنو طاري، هما ما فاهمين والو، هو ما فاهم والو. هو يقول لهم شنو طاري يا وليداتي، هما يقولوا ليه سيدنا راه قالوا لنا واحد الاعداء كاينين هنايا في القصر وجينا باش نقتلوهم، كاينين شي خونه وبغينا نجيو باش نقتلوا لك حياتك. هو يجري معاه لافير في راسو، فهمتي الخبره العسكريه كانت عند الحسن الثاني كبيره ديال بصح، دغيا معلومات تخرج للاستنتاج ان هذا كاين انقلاب وان هادو مساكن غير تلاميذ وكاتبين عليهم. ويقول لهم وليداتي راه ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء هذا، جمع دوك الجنود كاملين اللي كاينين تما ويقول لهم هزوا يديكم، هو يبدا يقرا معاهم الفاتحه. هاد الحركه اللي دار الحسن الثاني ديال هز يديه وقراو الفاتحه هو ودوك الجنود، حركه استراتيجيه ديال بصح وذكيه ديال بصح، باش هو يطمئن وهما براسهم يطمئنوا، يكسب الطاقه ديال دوك التلاميذ لراسو هو. وتما كنشوفوا الخبره والاستراتيجيات ديال الخدمه ديال واحد الانسان اللي ذكي ديال بصح. Et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement. الحسن الثاني من بعد ما فهم البلان وشاف ان هاد الدراري هادو معاه العساكريه، ضمن القضيه وطمئن ديال بصح. تما بدات البدايه ديال النهايه. عبابو كما قلت لكم كان شاد الطريق للرباط، وصل للرباط هو بعض الجنود ديالو ولا بالاحرى التلاميذ ديالو، ما كانوش واصلين للعساكريه ديك الساعه ومازالين مساكن ما فاهمين حتى حاجه. قال لهم راه كاين عاوتاني واحد الخونه في الاذاعه الوطنيه. مشاو للاذاعه الوطنيه وقدام المغاربه كاملين قالوا لهم ان الملك مات وان الحكم الملكي في المغرب سالا. عبابو كان كيظن ان الخطه ديالو مازال غاديه مزيان شويه، مشى عند القياده العليا للدرك الملكي، تما لقى الناس كلهم موجودين ليه السلاح باغيين يقتلوه. هو يقول لهم شو النوايط عاوتاني الخبره العسكريه كي دايره. قال لهم انا ما جيتش كاع نتقاتل معاكم، انا عندي وليداتي في الدار وغير الله اللي عالم بهم. هبطوا السلاح وتا واحد ما يقتل الاخر، وهما يهبطوا السلاح ونقدروا نقولوا ان عبابو ربح لحد الان. بقات لعبابو خطوه واحده باش ينجح، هو انه يمشي عند المسؤولين العسكريين الكبار في البلاد وياخذ الثقه ديالهم. مشى عند الجنرالات الكبار في البلاد وشرح لهم البلان، قال لهم راه ندير واحد الانقلاب على الملك ودابا راه الانقلاب ناجح، تعاونوا معايا وراه كلنا غادي نستافدوا في الاخر ونربحوا والفلوس والعاقه وراكم عارفين البلان. اغلبيه المسؤولين العسكريين الكبار في البلاد وافقوا على البلان ومشاو مع عبابو في الطريق ديالو، الا واحد الجنرال كان سميتو البوهالي. قال لي لا، قال لي انا ملكي وما غاديش ندخل للملك وما غاديش هذا الانقلاب هذا يكمل. في لقطه دراميه ديال الافلام البوهالي هز السلاح ديالو اتجاه عبابو، وعبابو حتى هو نفس الحاجه ما عطلوش، تيراو على بعضياتهم في جزء من الثانيه في نفس الوقت. داكشي ديال الافلام ديال هوليوود. البوهالي جاتو القرطاسه في راسو مات نيشان، اما عبابو جاتو القرطاسه بواحد البلاصه اللي حرجه، كان خصو ضروري يمشي للسبيطار اللي بغى انه يداوى وبغى انه يعيش. وهنا في لقطه اسطوريه واللي هي احسن لقطه في هذه القصه كامله، عبابو ما اختارش انه يمشي للمستشفى ولا شي حاجه، عيط على المساعد ديالو الاول اللي سميتو عقا، قال ليه تيري ليا قرطاسه في راسي وقتلني. المساعد ديال عبابو عقا تردد في الاول، ما قدرش انه يقتل الرئيس ديالو. هو يقول ليه عبابو انا هو الرئيس ديالك، الامر الاخر اللي غادي نعطيك هو انك تيري قرطاسه في الراس ديالي وتقتلني يا عقا. وداك الشيء اللي كان عقا شتت الراس ديال عبابو. وهكذا كتسالي محاوله الانقلاب ديال الصخيرات الاسطوريه، عيد ميلاد الحسن الثاني اللي عمرو غادي ينساه في حياته كامله.
من بعد ما مات اعبابو وتفرشات الخطه ديالو هو والمذبوح، دخلوا العسكر للرباط ديك الساعه، شدوا التلاميذ ديال اعبابو كاملين، ناضت الروينه القرطاس، الناس اللي كانوا حاضرين ذاك الوقت مازالين عاقلين لذاك النهار. القرطاس في الرباط ما حبش للساعات، الروينه ديال بصح والناس مخلوعين، سال الانقلاب، رجع الحسن الثاني للعرش ديالو، ولكن الخطه الفاشله اللي حطوها المذبوح واعبابو تسببت في بزاف ديال الاضرار. اكثر من 100 واحد من اللي كانوا مدعوين لعيد ميلاد ديال الحسن الثاني ماتوا ذاك النهار. اكثر من 100 تلميذ كان الحلم ديالو انه يولي عسكري، مسكين مات بلا ما يعرف علاش مات، قتلوا غير بعضياتهم بالقرطاس وما عارفين شنو طاري. 74 واحد تحكم عليهم بالسجن من مده ما بين سنه والمؤبد، داوهم من بعد الاخطر سجن في العالم اللي هو التزمامات، ودوزوا تما مساكن العذاب ديالو بصح. 10 ديال الضباط تم الاعدام ديالهم بالرصاص، و1000 تلميذ تقريبا خرجوا عفو حيت ما كانوا مساكن عارفين والو، ولكن داك العفو اللي خرجوا به هو عفو مشموت، يعني ما يخدموا في التقنت، ما حتى واحد ما يقبل يخدمهم، يعني دوك التلاميذ مساكن عاشوا حياتهم كامله مهمشين. نارين شفت الحمد لله. كانت هذه القصه ديال الانقلاب الاسطوري ديال الصخيرات، انقلاب اللي القصه ديالو ما يقدرش يتيقها انسان لما كانش بصح مؤرخه في التاريخ. كارت القصه هذه خصها شي سيناريو، خصها يتصور لها شي فيلم، ما يمكنش ويصوروه الهنود، حيت هاد القصه السيناريو هذا ما تيقوش. الا كنتي انسان عادي، الا كنتي انسان منطقي، ما تيقش ان التلاميذ مساكن غاديين وما فاهمين والو، والروينه نايضه، والحسن الثاني مخبي في قنت، والاخر قتل الشريك ديالو، شويه الاخرين طلقوا على بعضياتهم في نصف الثانيه فوق الروينه. هادشي اللي كاين. كانت هذه القصه ديالنا، حاولت نبسطها قدر الامكان باش كلشي يفهمها. خديت مني بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال الوراق، بزاف ديال الروينه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها. اهم مصدر هو الاقاويل ديال الناس اللي كانوا حاضرين داك النهار، اقاويل ديال الجنود مساكن اللي كانوا حاضرين وكانوا ما فاهمين والو، كيطلقوا القرطاس، كلهم عندهم تصريحات وعندهم دي انترفيو اللي يعاودوا فيهم القصه كامله.